السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل صحة وأحسن حال يا رب. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ربنا يا رب يعودوا علينا وعليكم بالخير والسعادة دايما يا رب، اللهم آمين. طبعا النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل ايه؟ هنعمل طبق الفتة الجميل ده اهو، اللي مصر والعالم العربي كله مشهور بيه. طبعا في ايام عيد الاضحى المبارك مفيش بيت مصري بيبقى خالي من طبق الفتة الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنعمله النهارده مع بعض بطريقة سهلة وجميلة وسريعة. يلا بينا نشوف الفيديو، وما تنسيش لايك وشير الفيديو لو عجبك، وكومنت جميل منك عشان تشجعيني كده وتخلي تديني طاقة ايجابية، لان كومنتاتكم بتسعدني كتير. كده انا جبت حله غليت فيها ميه، هسلق اللحمه. بحط طبعا المنكهات الطبيعيه للحمه، ورق اللورا والحبهان وفص مستكه وكل البهارات اللي انت بتحبيها، بهارات اللحمه. بحط ملح وفلفل وبصله كده حلوه بقطعها، وفصين قرنفل حلوين. طبعا لو مش بتحب القرنفل، الناس ما بتحبش ريحه القرنفل ما تضيفيهوش، دي حاجه ترجع لك. اديني كده سلقت اللحمه، بختبر السوا بتاعها. طبعا كده هو كده جميله جدا استوت. ببدأ طبعا احط طاسة، بجيب معلقة سمنة وبحط عليها معلقة مفرومة من الثوم، وبحمرها عشان اعمل الصلصة طبعا واجهزها بتاعة الفتة. كده بعد ما حمرت الثوم شوية ما بحطش الطماطم مباشرة، لا بالعكس، انا هضيف معلقتين من الخل عشان يدوا الصلصة بتاعتي طعم وريحة جميلة. كده انا بعد ما خلصت الصلصة بجيب العيش الشمس الصعيدي بتاعنا اللي مشهورين بيه، وبقطعه حتت صغيرة زي ما انتوا شايفين كده اهو بالظبط. طبعا يا جماعة اجمل حاجة في الفتة هو العيش الشمس الجميل ده. كده بعد ما قطعت العيش ده بتاعي مكعبات، ببدأ اديه تشميعة كده في الفرن، بديه كده عشان يتحمص شوية يبقى مقرقش معايا. وبعمل شوية رز ابيض حلوين عشان اضيفهم للفتة بتاعتي. انا كده بجهز كل محتويات الفتة حواليا عشان اكون جاهزة في رص الطبق بتاعي على طول. ما تنسوش يا جماعة دلوقتي تنزلوا تحطوا لي اللايك بسرعة عشان اعرف ان الفيديو بتاعي عجبكم. كده ببدأ ارص الطبق بعد ما خلصت كل اللي معايا وكل المقادير بتاعتي جهزتها. هبدأ احط العيش الاول، بضيف عليه شوية من الشوربة، واحط الرز كمان واديه شوية كمان من الشوربة. وادي رصة لحمة حلوة كده فوق طبق الفتة. بعدين ببدأ احط الصلصة بتاعتي اللي انا كنت مجهزاها فوق طبق الفتة. ممكن تحطي انت طبق صلصة جنب الفتة اضافي للي بيحب يزود. وادي كده بولات الشوربة الجميلة دي، حابة تزودي شوربة حابة تزودي صلصة بتحطي في اطباق جنب الفتة كده، اللي يحب يزود يزود واللي مش حابب خلاص براحته. كده ادي طبق الفتة بتاعي جميل، وكل سنة وانتم طيبين وينعاد علينا وعليكم بالخير. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وكومنت جميل يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.